يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة عشان تشوفوا كل حاجة حلوة أنا بعملها، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. النهاردة هنعمل حاجة خطيرة خالص، حاجة بجد قريبة على قلبي قوي 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 أنا وحبايبي. الحواوشي الاسكندراني على اصوله، طعمه وريحة جنان، بجد بتوديكي في حتة تانية خالص، هتنسيكي الدنيا كلها. وهقولك على السر الخطير اللي يخلي اللحمة ما تكشش معاكي وتفضل زي ما هي بخيرها خالص، بمكونين اتنين بس هتشوفيهم معايا في الفيديو. تابع الفيديو وانتي تعرفي معايا كل حاجة حلوة عشان خاطر عيونك انتي. انا بفتح دلوقتي رغيف الحواوشي ليه؟ عشان تشوفي ان اللحمة بخيرها حلوة خالص. تعالي يلا نبتدي معانا الوصفة. معايا 5 كوبايات دقيق، معلقتين سكر كبار، ونص معلقة ملح، ومعلقة كبيرة خميرة فورية. هنخلط المكونات دي كلها ونحط كوبايتين مية دافيين، مش سخنين قوي، دافيين بس. هنقلب المكونات دي بالسباتولا، وهنحط بعد كده 3 معالق زيت. ما تكتريش الزيت، هي كفاية كده عليها. وانا بقلب بالسباتولا فعلا ما ينفعش العجين يتعجن الا بايديكي، تقعدي بقى تعجنيها جامد. احلى ما في الوصفة دي اللي انتي تقعدي تعجنيها لغاية ما تنعم معاكي، لازم تنعم معاكي على الاخر، ولازم تكون العجينة ملزقة في ايديكي. شايفة ملزقة ازاي؟ علشان كده وانتي بتعجنيها ممكن اللي انتي تاخدي شوية زيت كده في ايديكي علشان العجينة ما تلزقش في ايديكي. شفتي ناعمة وحلوة ازاي؟ بس خلاص هحطها في طبق بلاستيك كده مدهون بالزيت طبعا، وهغطيها بكيس، وهغطيها طبعا بالفوطة لمدة نص ساعة. واروح احضر الحشوة بتاعتي. نص كيلو لحمة مفرومة، وقد 6 فلفلات خضر، فلفلة حمراء، وكيلو الا ربع بصل، والرغيف الفينو، ومعلقة كبيرة طحينة، ومعلقة صغيرة فلفل اسود، ومعلقتين زبدة او سمنة براحتك، وكيس بحاله من بهارات الحواوشي. بس خلاص، اول حاجة هنعملها اللي احنا هنقطع العيش الفينو ونحط عليه شوية مية لغاية ما يتشرب المية ويبقى ايه عجينة خالص. وبعدين نجيب الكبة بتاعتك وتحطي البصل بتاعك والفلفل علشان تقطعي حتت صغنونة خالص. بس خلاص، اما يتقطع ويتفرم حتت صغنونة هتعملي ايه؟ هتحطيها على اللحمة، وطبعا هتصفي الرغيف الفينو من المية خالص، تعصريه، وتحطي الفلفل الاسود وبهارات الحواوشي والمعلقة بتاعت الطحينة. هتسأليني الرغيف الفينو لازمته ايه والطحينة؟ دول المكونين اللي هيخلوا معاكي اللحمة عمرها ما هتكش وهتبقى بخيرها وزي ما هي. كل المكونات دي كلها حطيتها مع بعضها وهقعد اعجنها لغاية ما تبقى ايه عجينة متماسكة تحت ايديكي. وهقسمها كده 3/4 والربع، هعمل الربع بارد وال3/4 هحط عليهم الفلفل الحار، لان برضو بصراحة انا عندي اطفال فلازم يعني مش هياكلوا حاجة حارة، يعني لازم تبقى باردة. هرجع تاني بقى للعجينة بتاعتي بعد نص ساعة، بقت ايه تحفة حلوة خالص. هقلبها دلوقتي علشان اشكلها، اعرف اشكلها. وبرضو عادي يعني لو خليتي ايديكي ممسوحة بزيت علشان تعرفي تشكليها براحتك، لان العجينة بتاعتي زي ما انا قلتلك بتلزق شوية. هقسمها دلوقتي ل4 أجزاء، وكل جزء هكون منه 4 ترغفة.
يعني حوالي ممكن اللي انا اعمله حوالي 16 او 15 رغيف. بتعمل معاكي كتير من الترغيفة بتاعت الحواوشي، يعني هتوفر معاكي يعني. قسمتها دلوقتي اول قطعة ل3 ترغيفة، وعلى فكرة لقيت ال3 ترغيفة كبار، عشان كده بعدها اما قطعت القطعة التانية صغرت رغيف الحواوشي شوية وخليته 4 قطع كده بالظبط، الحجم المناسب لرغيف الحواوشي. يعني العجينة بتاعت النهاردة عملت معايا 15 رغيف حواوشي. هسمي الله وهبتدي بأول قطعة أفردها. المفروض اللي أنا أسيبها ترتاح شوية، بس أنا بصراحة كنت مستعجلة عشان حبايبي في البيت يعني كانوا جعانين وبيقولوا لي يلا بسرعة، احنا جعانين وجوعنا بصراحة. ف يعني فردتها على طول. هفردها دائرية، وبعدين اخد قطعة حلوة كده من اللحمة وافردها في نص الدايرة، نص الدايرة بتاعت العجين رغيف العيش، وبالنص الباقي هغطيه، هغطي اللحمة طبعا يعني، واقعد بقى بأطراف صوابع ايديكي تقعدي تلفيها تبرميها يعني، علشان ما يفكش رغيف العيش او رغيف الحواوشي يعني، واللحمة ما تخرجش منه. وتضغطي كده برضو بأطراف صوابعك ضغطات خفيفة كده. تجيبي الصينية وتدهنيها بشوية حلوين كده من الزيت، وتسمي الله وتحطي اول رغيف الحواوشي في الصينية، وتروحي تعملي الباقي. انا هعمل تاني رغيف حواوشي برضو هفرده على شكل دايرة، واحط شوية حلوين كده من اللحمة واضغط عليها. هتضغطي على اللحمة يعني على العيش. ليه؟ علشان اللحمة تلزق في العجينة، انا مش عايزاها انها تخرج من العجينة. وبعد ما اغطيها بالنص التاني من الدايرة هتضغطي في الاطراف، تبرميها كده، وتضغطي باطراف صوابعك. كل ده علشان ما خرجش اللحمة من العجينة. بس خلاص، انا بحبها يا جماعة الشكل ده. براحتك بقى، انتي ممكن اللي انتي تعمليه دايرة، تبقى كورة كده، وبعدين تحطي اللحمة وتفرديها تبقى دايرة، براحتك. وكمان حاجة انا بحب احطه في الفرن، ممكن حضرتك تعمليه على البوتاجاز، على فكرة نفس النتيجة. بس بصراحة انا بفضل الفرن، يعني اسرع، يعني انا مستعجلة بصراحة، والولاد عندي كانوا جعانين. بس خلاص، عملت 4 ترغفة، وبدهن على الوش صفار بيضة وشوية لبن، شوية فانيليا عليها علشان زفرت البيض. ادهن على الوش بس خلاص، اروح جري احطهم في الفرن لغاية ما اعمل بقية الرغفة بتاعة الحواوشي. ما شاء الله، اما خرج تحفة، الريحة جنان والشكل جنان، ما بالك بالطعم، حاجة خرافة. بسم الله ما شاء الله. بجد بجد يا ست الكل، يا ريتك ما تكسليش وتعمليها لحبايبك، توفير ونظافة وحاجة حلوة خالص. انا هقطع واحدة علشان اوري لحضرتك عاملة ازاي، رغم انه سخن ملهلب مولع على الاخر. بسم الله ما شاء الله، الريحة تحفة تحفة. لا ده انا هدوق، ده انا لازم ادوق، ده الريحة جنان بصراحة. بس انا هوريك الاول من جوه. شايفة اللحمة بخيرها، مش كشة يعني، بالمكونين اللي انا قلتلك عليهم صدقيني هتبقى اللحمة بخيرها وحلوة حلاوة. لا ده طعمة، ده انا مش عارفة ابطل اكل، انا مش بدوق، انا باكل. ولقيت ابني الصغنطوط جعان، قمت انا هديت له نص كده من تحت لتحت. ما شاء الله. يا جماعة الأكلة دي فعلا معمولة بكل حب وسعادة، علشان كده طالعة جنان، وزينتها بشوية بقدونس، لزوم الريحة والشكل.
بس خلاص هروح بقى اكمل الرغيفة بتاعة الحواوشي علشان اسويها. وحتة زبدة بقى وهي سخنة كده على الوش عسل، ما شاء الله. واستنوني مع طبخة جديدة وأكلة جديدة من مطبخ كوكي. بحبكم في الله، مستنية تعليقاتكم اللي بتسعدني واللايك الجميل اللي بيفرحني.